في أماكن أول ما تدخلها تحس إنك مش في متحف، تحس إنك دخلت حياة ناس كانوا في يوم بيملكوا الدنيا كلها. النهاردة أنا هحكي لكم عن واحد من أفخم وأغرب المتاحف في مصر، المكان اللي كل قطعة فيه وراها حكاية، وكل حكاية وراها شخص كان يوم من الأيام ملك أو أميرة أو حد عاش في عز ما تتخيلوش. المتحف بيضم أكتر من 11,000 قطعة أثرية وفنية، وده مش مجرد رقم، ده معناه إن كل فاترينة تقريبا فيها تاريخ كامل لوحده. تعال أما أحكي لك حكايته من البداية. القصر اتبنى في الأصل عشان الأميرة فاطمة الزهراء، وهي واحدة من أميرات الأسرة العلوية، واتبنى على الطراز الأوروبي الفخم جدا، وكان الهدف منه يكون قصر إقامة ملكي مش مجرد بيت. اتصمم بطريقة تخليك تحس إن كل ركن فيه معمول عشان يبهرك. بعد انتهاء الحكم الملكي في مصر، الدولة قررت تحافظ على المجوهرات والمقتنيات الملكية بدل ما تضيع أو تتفرق، فتحول القصر المتحف رسمي سنة 1986، ومن وقتها وهو واحد من أغنى المتاحف في مصر. ناس كتير فاكرة إنه مجرد ذهب وألماس وخلاص، لكن الحقيقة إن فيه تيجان ملكية مرصعة بالألماس، وساعات نادرة جدا، وعملات ذهبية، وأوسمة ونياشين ملكية، ولوحات وتحف فنية، وأدوات شخصية للملوك، وزجاجات عطر مطعمة بالذهب، ومقتنيات خاصة بالعائلة المالكة. وفي قطع فعلا تخليك تبصلها وتسأل نفسك إزاي حد كان بيعيش بكل الفخامة دي. المتحف مكون من دورين كبار، وكل دور ليه إحساس مختلف. الدور الأول تحس فيه بالفخامة الملكية الواضحة، والدور التاني تحس إنك قريب أكتر من حياة ناس كانوا عايشين هنا. والحلو إن القصر نفسه يعتبر قطعة أثرية، حتى الشبابيك والأسقف والزجاج الملون ليهم قيمة فنية ضخمة. في سقوف مرسومة عليها لوحات كاملة بإيد فنانين أوروبيين، وفي زجاج معشق بألوان تدخل الشمس بطريقة تخلي المكان كأنه لوحة. وما تنساش لما تروح هناك تشوف تاج الملكة فريدة، ومقتنيات خاصة بالملك فاروق، وشطرنج مصنوع من مواد نادرة، وأطقم مجوهرات كاملة من الألماس والياقوت والزمرد. كل قطعة هناك كأنها بتقولك أنا شفت زمن كامل بعيني. الغريب إن كل اللمعان ده مقدرش يمنع الزمن إنه يعدي. يمكن الملوك كانوا فاكرين إن الحاجات دي هتعيش معاهم للأبد، بس اللي فضل فعلا هي الحكاية. يمكن أغلى حاجة في المتحف مش الألماس ولا التيجان ولا حتى الذهب، أغلى حاجة هنا هي الإحساس إن في ناس كانت عايشة هنا فعلا، كان عندهم أحلام وخوف وضحك وذكريات زينا بالظبط. كانوا فاكرين إن القصور هتفضل مليانة صوتهم للأبد، بس الزمن عدى بهدوء وساب بس أثرهم. يمكن لما تروح هناك هتحس إن الإنسان مهما امتلك، في النهاية اللي بيفضل منه مش الذهب، اللي بيفضل هو الحكاية.